هننسى غصب عننا مش برضانا. وضعنا الجديد هيفرض علينا كده. دواعي الامن تقول كده. النظام كله هيتغير. فرح ولا مولد حتى ولا اي حاجه. مين اللي بره؟ مين انت رايحه فين؟ انت رايحه فين؟ بلاش مياصه وسعي يا ايه؟ مين انت؟ مين ده؟ مين انت؟ معرفش. فين انت؟ معرفش. ايه يا ناس الحلاوه وايه الطعامه وايه العسل ده؟ يا اختي برنسيسه يا اختي، تعالي حط اختك تعالي. اهلا اخص عليكي يا بيها كده 3 شهور وده الرابع ولا اشوفكيش. وحشتيني يا بت. وانت كمان. ازيك عامله ايه؟ عامله ايه؟ عامله خدي مداس للي يسوى واللي ما يسواش، عشان حد يشغلني ولا حد يعبرني. بس انت والله ليكي وحشه. صدقي بالله انا ليا يومين بلف حوالين نفسي عشان اعرف لك طريق مطرح اروح لك فيه. والله لو لفيتي 7 بحور و7 بلاد ما تعرفي لي طريق جره يا بت. ده انا سكتي وعرة يا بت. لازم سكه العاشقين بصراحه. طب قول لي يا عالم بالاشواق، الحب حلو ولا حراق؟ والله اللي يقول عن الحب حراق يبقى ما بيعرفش حاجه. خدي يا بت. ايه ده؟ خدي جايبالي زياره. زياره ايه يا بت؟ اهدى. بصي بقى الحاجات اللي خدتها في البنتين المحلاوي. خدها كلها يا اختي، رماها من شباك العربيه حته ورا حته، دب ورا بعض. الهلاهيل دي بقى قال لي والله ما في حته منهم تتحط على بدنك يا بيها. ما هو باين هو لحم الهوانم عاد ياخد على الهلاهيل دي. ما خلاص اللي علي. عقبالك. انا يرزقني بواحد زيه يا حسره. ده لو السعد جه البر كله يجي لحد بابي ويديني ظهره. ولا يهمك يا بنت. خدي. ايه؟ خدي. امسكي يا بنت امسكي. 10 جنيه؟ اوعي يا اختي ما تسرقي مني يا اختي. 10 جنيه بنتي يا بيها. انتي يا نواه. هي ايه الحكايه يا بنت؟ هو يا اختي الراجل اللي انتي متجوزاه ده يعني يا اختي هو شكله ايه؟ شكله يعني كروهات على بون. ايه يا بنت في ايه؟ مالك انت ومال شكله ومال رسمه؟ بقول لك ايه، ما تحاوليش تجرجريني في الكلام، مش هقول لك حاجه. يبقى عجوز ومكحكح كفه ورحمته في السبت صح؟ لا وحياة دقنك بدر في ليله تمام وقمر منور. اي والله وعز وجه واكل وز. ايه يا اختي مغسل وضامن جنه؟ ما تمسكي الفلوس يا اختي وتصرفي وتتبغددي. ولا هو نظام نقي ولا نظام نقي؟ انا نقع عليكي برضك؟ طب ده انا ليل ونهار بدعيلك ان ربنا يديكي من الارض يطلع ومن السما ينزل يا بها يا بنت حواء وادم يا رب. اداني يا بنت اداني وحنن عليا، وان زادت عن كده بقى تبقى تلفت، لا يبقى بطر. بقول لك ايه، انا سايبه لك الحاجات في الشنطه، نقي اللي انت عاوزاه ولا خديه كله، انا مش عايزاه. وانا ماشيه بقى. رايحه فين؟ ايه يا بنت انت فاكراني صايعه زي زمان؟ لا يا ماما خلاص زمن الصياعه. ولا انا دلوقتي هانم مرات بيه، راجل بيه كبير قوي 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 قوي. يا بيها ده انا هجيب لك جوز كوارع واعمل لك عليهم فته بالثوم ونقعد ناكل على الطبليه. طبليه ده يا بنت؟ الطبليه دي زمانها ولا خلاص. انا دلوقتي هاي لايف قوي 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 بيها مرات بيه يا بنت. يا بيها
وديع. الو. مديح. انا بشتغل بلف. هلا انتوا عاملين ايه؟ كريمه ونبيله اخبارهم ايه؟ طب انا جاي بالليل. وبعدين معاكي، وانا كل ما اتصل بيكي لازم اشرح لك ظروفي وطبيعه شغلي؟ الله، انا لو بعدت عن عينيهم لحظه هيدوروا على غيري ومش هلاقي لي مطرح. انتوا بس جهزوا، احنا داخلين على مرحله تانيه هنستريح بعدها قوي. جهزوا انتوا بس، وبصي للبنات. مع السلامه. عالدوار راديو بلدنا يجيب اخبار. الحمد لله بالسلامه. انت اللي حمد لله بالسلامه. مشتاقالك يا اخويا، بقالك يجي جمعه 7 ايام ما شفتكش. انا كنت في شغلي، مش سايب بيتي وداير الف زي الصيع. لا ده انت زعلان قوي قوي قوي. كنت فين؟ كنت فين ازاي؟ كنت فين؟ مش عارفاها يعني ايه؟ يعني سايبه بيتك ودايره تلف فين يا هانم؟ اي هتخلعوا من ايدي يا حلمي. اسمي حلمي بيه. حاضر حاضر، حلمي بيه حلمي بيه. سمعيني بقى كنت فين؟ بس انت قاسي عليا قوي يا حلمي. قصدي حلمي بيه، قصدي حلمي بيه. انا ما عملتش حاجه عشان كل اللي بتعمله فيا ده. ما عرفتش لحد دلوقتي كنت فين؟ كنت في النيله، في باب النيله، باب الخلق. ليه؟ حنيت اللي هز الوسط وقهوة التجارة؟ لا، حنيت للبنت الغلبانه صاحبتي، زميلة الشقه وشريكة العمر. بنت مين؟ نوال، ما انا قلت لك عليها. رحت اديلها اللي قلت لي ان انت رفضت ان انا احطهم على جتتي، وبالمره قلت اديها حسن. حسنة ده ايه؟ انت قاعدة على باب السيدة؟ مش حرام يا سعاده البيت، احنا متعودين على كده، المليان يكب على الفاضي. الكلام ده تقوليه هناك، مش انا امد ايدي عشان اشيلك من البركة اللي كنت فيها، واول ما ادور وشي الاقيكي حنيتي ومش عايزة تنضفي. يا سعاده البيه، يا سعاده البيه، ما حصلش حاجه. وايه اللي ما حصلش حاجة؟ مش ممكن. ايه عايزة ايه؟ عايزة تفضلي تلفي على القهاوي وتسهري لك كام سهرة؟ تصدق بالله الود ودي الف عليهم واحد واحد، اوريهم العز اللي انا فيه، وانك صاحب فضل عليا. ممكن قوي، بس لا هتلاقي لا فضل ولا نعمة، لاني هرجعك زي ما خدتك. كده برضو يا بيه. ما هو اصل كمان انا مش هفضل اقضي عمري كله بجري وراكي. ده انت مش واخده بالك انت تبقي مرات مين، لازم تعرفي. خلاص يا بيه، حقك عليا، ما تزعلش بقى، هعرف. يبقى تنسي كل اللي فات، ولو عايزه ترجعي تاني للكار خلي بالك، لا عاد فيه عش باشا ولا عش بيه. يعني اصل خلاص بنصطاده كله ونهد عشه، لا عاد فيه بشوات ولا بهوات. هم قفشوهم البشوات والبهوات.
كنت عاوز حاجه يا حاج؟ لا بس مش ده اللي كان عيش الباشا؟ كان بقى وعمل نقطه بوليس، تحب تتفضل؟ نقطة بوليس؟ بقى من نقطة للعوالم لنقطة بوليس. القهوه يا باشا. الله يخرب بيتك، يخرب بيتك باشا. ايه انت عايز توديني في ده وتشفيني؟ اتوكل. وماله، مقبوله يا معلم. طب يلا. لا حلوة. اشرب بقى القهوة عشان اشوف لك الفنجان واقول لك على المستخبي. لا انا عايزك تقولي لي على حاجة تانية. عيني. هو يعني سؤال حسن. قول يا حسن. برهان يا بنت، انت نسيت ولا ايه؟ قول يا معلم برهان. هو بيها فين؟ ايه مالك؟ بلعت لسانك ليه ما تنطقي؟ بقى انت جاي من اخر الدنيا عشان تسأل عن بيها؟ امال اروح اسال عليها فين؟ هنا. وانا اللي كنت فاكراك جاي عايز فرح ولا اسبوع. يا بنت فهمي، اصل انا رحت سالت عليها في عش الباشا، ها؟ لقيتهم هدوه وعملوا نقطه. ما هو بعد ما هدوا عش الباشا هي دخلت عشاها. يعني ايه؟ ولفت يا قلبي، لقت راجل قال لها اتجوزي. اشرب يا اخويا القهوه ولا اجيب لك واحده ساده. ساده الله مظبوط. يلا كله محصل بعض. فيك عشرة كوتشينة في البلكونة، فيك عشرة كوتشينة. يا اختي ده الشوربة تصحي الناس. يلا يا حلمي يلا الأكل هيبرد. حلمي أبو الأحلام أهو، أنت لسه نايم ولا كأنك نايم في العسل. يلا بقى اصحى، كل ده نوم. كان من ايه يا باشا؟ اسكندرية لسوهاج، من أرمنت لأبو المطامير لكفر المرايدة. عاف عاف عاف. رحل ليل ونهار لما استوينا. طب يلا يا اخويا لحسن الاكل استوى، قوم نعفقه. بقول لك ايه، لو الاكل برد انا مش هسخنه تاني. يلا بقى قوم. الساعة بقت كام بس؟ ايه ده؟ الساعة 8. ما هي 8، امال انت فاكر ايه؟ الله، ده انت نايم بقالك يجي 4 ساعات دلوقتي. أنا مش قايل لك تصحيني الساعة 7؟ ما انا ليا ساعه بصحي فيك وانت اللي مش عاوز اعمل لك ايه بس؟ صحيني بالعافية. ما اقدرش يا حبيبي ما اقدرش. أنا اللي ما أقدرش. ده مش هزار مش لعبة، ده مستقبل، مستقبل بلد بحالها. ألو. أيوة نبيلة، أنا بابا. مامتك فين؟ حد طلبني؟ طب اديني مامتك أكلمها. بابا بيتكلم منين؟ معرفش يا ماما، اكيد مش شغل. ايوه يا حلمي، انت فين؟ بقالنا 3 ايام ما نعرفش انت فين. أنا شخصيا ما بعرفش أنا فين يا مديحة. أنا كل ساعة في مكان. إيه؟ بكلمك منين؟ مش شغل. لا مش من المكتب. انتوا ناقصكوا حاجة؟ ما هو كمان مش معقول يا مديحة، انت يعني عايزاني اسيب اللي انا فيه واجي اقعد جنبك؟ اصل انت مش متخيلة انا في ايه ولا في ايه ولا في ايه. ها؟ حد سأل عليا؟ مفروض انه كان في ناس هيتصلوا بيا الساعة 7. ايوه اتصلوا،
2 ايوه، واحد اسمه وجيه والتاني اسمه حمدي. بيقولوا لازم تبقى في كوبري القبة الساعة 8 بالظبط. مش قايل لك صحيني الساعة 7؟ مفيش إحساس بحاجة أبدا. اللي هناك يقول لي استنى شوية بس لما أفتكر، واللي هنا مش فالحة غير في حاجة واحدة، تحشي حمام وتسخن شوربة. زي ما تكون مؤامرة من اللي هنا واللي هناك على تدبير مستقبلي. أمال لو ما كنتش فاتح البيتين بالماهية والوظيفة اللي عايزين تضيعوها؟ ما انا ماليش ذنب في حاجه. الله، انت ما ترديش عليا، ناولين الجزمة. ما انا ما اقدرش اخد مواعيد وما اقدرش اتصل بحد ولا حد يتصل بيا. وتتصلي بحد وحد يتصل بيكي ليه؟ عشان ايه؟ عشان ابقى مراتك واخاف عليك وتعرف تحاسبني كويس. ما انت مراتي، ولا ناسيه ان انا كاتب لك على سنة الله ورسوله؟ لا، انت اللي ناسي اللي محدش يعرف، وبعدين جاي تحاسبني دلوقتي. انا مش بحاسبك، واللي انت عايزه تعمليه روحي اعمليه، اعملي اي حاجه. عايزه ترجعي تشتغلي تاني في الكباريهات، روحي اشتغلي. عايزه تقطعي الورقه قطعيها، اعملي اي حاجه انت عايزاها، الا حاجه واحده بس، انك تقفي في سكتي. لو وقفتي في سكتي انا هفرمك. اولادي نفسهم لو وقفوا في سكتي هفرمهم. تفرمني ليه فرخه؟ أنا بقول يا أبو رامي بلاش أحلام تستنى منصور، ما هو محدش عارف، وبعدين هنظلمها لو سيبناها تستناه. يعني ما ردتش عليا؟ ارد اقول ايه بس يا حاج؟ تقول رأيك. الشور شركة، وبعدين أحلام بنتك وبرضه منصور ابنك. اول مره عايزني اشاركك، مع ان طول عمرك الشورى شورتك والعيال كلهم ولادك، وانت اول ما بتقول ولا الضالين احنا بنقول امين. يمكن عشان ظروف المرة دي صعبة، ويمكن عشان ظروف منصور. واحنا مش هنقول لا ولا نقدر نقولها، واللي تخرم فيه احنا معاك. أنا هاخد أحلام لعلي، ومنصور هو وظروفه والمقسوم له بقى. اللي تشوفه يا حاج، مادام يعني البنية قلبها ميال له وشارياه، وانا حاسس برضو ان منصور بيحبها، فخلاص يبقى هما الاتنين اولى ببعض بقى. ده رأيك يا أبو رامي؟ ايوه يا حاج، ايوه، ولا مؤاخذة يعني، اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. ياه، وحشتيني قوي يا امي، انت والحاج. على عيني على عيني يا حبيبي. اعمل ايه يا ضنايا؟ انا كويس يا امي الحمد لله. اطمني. اطمن ازاي يا منصور؟ ده انا يا ابني ما بنامش الليل يا حبيبي. ليه بس كده يا ماما؟ انا عايزك تطمني وترتاحي. انا كويس الحمد لله وراضي عن اللي انا عملته. بس أنا مش راضي عن سجنك يا منصور. أنت إن شاء الله عن قريب هتطلع. أنت عرفت إن الثورة قامت. ما هو علشان كده انا راضي يا حاج، لان حاسس ان انا عملت حاجه لبلدي. فاهم يا ابني، بس هما كمان لازم يحسوا باللي انت عملته. انا كلمت حلمي بيه واول ما قابله ان شاء الله هتطلع والبلد كلها هتعرف انت عملت ايه. بس عايزك تستحمل يا ابني لحد ما قابله. يا حاج انا عايزك تطمن عليا، ما تشيلش هم. امال اشيل هم مين يا ابني؟ ايه انا جات بتقربي يا بنتي؟ ايه يعني ما قلتلهاش الحمد لله على السلامه؟ ما هي عارفه من غير ما اقول يا حاج، وعارفه قد ايه انا سعيد انها جت تزورني.
احنا بروزنا صورتها وحطيناها جنب صورتك على المكتب. شكلكم يفرح قوي. ايه يا منصور بتبص لها كده ليه يا ابني؟ الصورة اللي كنت مخبينها آن الأوان تشوف النور والناس تعرف كلها. ابوك ناوي يكتب لك عليه يا حبيبي، او ربنا ما يفك سجنك وتطلع من هنا يا منصور. إن شاء الله هعمل لكم زفة ما حصلتش، زفة هتلف شبرا والساحل وهتسمع في البلد كلها. ما تقلقش يا منصور يا ابني. أما بنت عمك أحلام فإن شاء الله هنديها لأخوك علي. إيه رأيك يا ابني؟ جرى يا حاج، بقى انت ما خدتش رأيي وانت ناوي تجوزني، جاي تاخد رأيي دلوقتي؟ لو عايز تاخد رأي حد خد رأي علي. رأي ايه بس يا منصور؟ انا من ايد ابوك اليمين لايده الشمال، بس ان شاء الله يعني تخرج بالسلامة ونعمل فرحك الاول. لا يا علي، هنعمل فرحك على أحلام الأول. أما منصور أهو نجاة مستنياه. بس أنا يا حاج مش عايز أظلم نجاة معايا. تظلمني ازاي يا منصور؟ يعني لو أبويا عرف يعمل اتصال ويشوف حد يطلعني نبقى متفقين. وإن معرفش وبعد الشر فضلت ايه، هسيبك ولا ايه؟ جرالك ايه يا منصور؟ ما هو أنا نجاة مانيش عايز أظلمك معايا. ما تكملش يا منصور، انت خلاص جبت لي الشبكة وقدمت لي المهر يا منصور. ده انا حالفة على المصحف ان شاء الله تقعد في السجن 100 سنة برضه هستناك. تستنى مين؟ منصور. منصور مين؟ الله، جرالك ايه يا عبد المجيد؟ انا اللي جرالي ايه يا سيده؟ شايفاني بهبل يعني؟ بتقولي نجاة هتستنى منصور، عايز انا اعمل ايه؟ ازغرط؟ لا، عايزك تهدى كده وتطول بالك شويه. لامتى؟ لحد ما تهدى وتكين ونعرف نتكلم معاه. لحد ما الاقيها وصلت 30 سنه وقاعده جنبي. والله ولا فلك يا راجل، انت هتفول في وشنا ليه؟ انا اللي بفول برضه ولا انت اللي عايزاها تستنى ال10 سنين دول؟ انا يا اخويا مش عايزه، هي اللي عايزاه، ومش من دلوقتي كمان، من ايام ما كانوا عياله هم لسه في السبتيه. قال يعني عامل نفسه مش عارف. انا اللي مش عارف؟ والله هي اللي مش عارفه 10 سنين يعني ايه؟ انت رايح فين؟ رايح اشوفها ناويه تعمل ايه؟ انت كده بقى اللي هتعطلها يا عبد المجيد. انت عارف انها في اخر سنه السنه دي ولازم تتخرج. عارف، بس احنا كمان مش بنعلمها عشان في الاخر تقعد جنبنا وتستنى سي منصور. ومين قال اني هقعد استنى منصور جنبكم يا بابا؟ امال ناويه يا بنتي تعملي ايه؟ هتخرج واشتغل مدرسه، ومش لازم في القاهره. امال تروحي فين؟ هروح اي بلد، اسكندريه ولا طنطا ولا اسيوط. يا بنتي عايزه تتغربي وتسيبينا ليه؟ عشان تشحت في قلبنا، تحرم علينا النوم ليل ونهار وانت غريبه في بلاد الناس. لا يا ماما، عشان ما اقعدش في وشكم ليل نهار زي بابا ما قال. الله، يعني انت عايزه تتغربي وتسيبينا عشان استنى منصور يا بابا. اديك سمعت بودانك اهو يا عبد المجيد. بابا من فضلك تفهمني وتريحني. يا بنتي مين يفهم مين ومين يريح مين؟ بابا انا ما بعملش حاجه غلط. امال اللي بتعمليه ده اسمه ايه؟ كونك تضيع عمرك وشبابك ده اسمه ايه؟ يا بنتي انت متعلمه وبكره تتخرجي، والمفروض تعلمي ولاد الناس ان عمر الانسان مش ملكه. يا بابا هو انا لما استنى منصور كام سنه ابقى بضيع عمري؟ منصور بعد ما يطلع من السجن هيبقى ايه؟ هيبقى رد سجون. فهميها يا سيده، عشان مش عايزك تفهم مني. فهميها انها مش بتضيع ال10 سنين بس، ده بتضيع العمر كله. عمال قاسي ليل ونهار، يوم الليل
مفيش حد هنا ولا ايه؟ رن الجرس تاني، هم هيروحوا فين؟ بابا واضح ان مفيش حد هنا خالص. يعني ايه؟ مفيش حد جوه؟ ألا كلهم بره؟ الشغاله كمان بره؟ مش معقول، لازم في حد جوه. هو انتوا عايزين مين يا حاج؟ حلمي بيه. حلمي بيه عزل. ايه؟ عزل؟ مشي راح فين ده ايه؟ مشي. يا اخي مشش في ركبك. انت اللي عليك يا جدع، انت اسمه مشي. لا بقول لك ايه، انت تقول لي البيه راح فين؟ انت مالك انا مين ولا مش مين؟ انت تجاوب على قد سؤال وخلاص. لا بقول لك ايه، اوعى تطول لسانك لخلي نهارك النهارده اسود من قرن الخروف. هقطع لك لسانك من لغلوب. اسم الله يا اخويا، بكلم مين؟ هكون بكلم مين يعني؟ الزين ابو ليلى؟ يعني ايه مش راجع؟ هاجر يعني؟ ايه؟ اترقى ومشي من شهرين؟ طيب ما هو انت اكيد عارف راح فين. ما تعرفش ومش عاوز تقول عشان ما اوديكش في داهيه. الهي ما تعرف طريق حالك يا شيخ، عشان لا تعرف بتاكل ايه ولا بتشرب ايه، اتكل على الله. لك 5 6 نصايب في سره كده يتحطوا عليك، تشال وتتهبد. اتاك نصيبها بشكلك. كل يوم اعمل الاكل واحشي الحمام واقعد استناه واشحته. استغفر الله العظيم يا رب. منصور عثمان المغازي. ايوه. زياره منصور. مين يا شاويش؟ الله اعلم. ده يبقى اكيد الحاج. ما تنساش بقى منصور تعمل حسابنا في الحساب. انا اشوف الحاج الاول وبعد كده كله سهل يا سمعه. طب لو مش الحاج بقى كانت هي بتاعت كل مره. ده يبقى كتير قوي على نجاة، كل يوم اجازه تقضيها معايا هنا. ما انت هتستاهل كل خير برضه يا منص. طب لو كانت هي يا سمعه يبقى كل اللي جايباه من نصيبك انت. وانا بقى كفايه عليا اشوفها. يلا يا شاويش. هي يا منصور المغازي. ابن فوضى ابو حطب اهو. يا ابن عثمان المغازي، زيارتك اللي جايبها لك معايا، ومش هيضربك من ورا ظهرك زي ما ضربت ابوه. لا، في قرطك يا ابن عثمان. وان كان ابن فوضى ابو حطب بصحيح هتلقاه مستنيك على ما تطلع، وساعتها مش هتلاقيه عيل صغير، لا هيبقى راجل يا ابن عثمان، راجل ولابس توب ابوه. قال مين دي يا منص؟ بقول لك مين دي؟ يعني انت ما سمعتش؟ دي مرات الراجل، مرات فوضى ابو حطب، وجايه تقول لك انها مستنياك وانها ناويه تربي الواد لحد ما اطلع من السجن. ما تطلعش خلاص من غير ما تزعل نفسك. اقول لك انت اول ما تخرج من هنا ندخل الواد هنا، ما هو من غير مؤاخذه مش لازم انتوا الاتنين تتقابلوا مع بعض ابدا. لا يا سمعة، لا، انا لازم اقابل الواد ده وهو راجل كبير عشان افهمه ان ابوه كان يستاهل القتل، وان انا قتلته علشان ناس كتير قوي، ناس اشراف ورجاله فديتهم بدم ابوه اللي عمره ما كان يسوى انه يتسمى راجل. اتفضلوا اقعدوا. ده كرسي منصور يا طلعت.
كرسي اخوك ليه كام شهر محدش قاعد عليه، جاي تقعد انت مطرحه دلوقتي ليه؟ لو انت شايف ان اخوك منصور هيغيب عننا العمر كله ابقى اقعد مطرحه. ده انت بقالك اسبوع في الكليه، ولا علشان دخلت كليه الحقوق زيه يبقى تقعد مطرحه؟ منصور اخوك ما يتعوضش، وكرسي منصور لازم يفضل مستنيه لحد ما يرجع بالسلامه، وانت عارف انه هيرجع قريب ان شاء الله. سامعني يا برهامي؟ سامعك يا حاج. كرسي منصور لازم يفضل مستنيه لحد ما يرجع بالسلامة حتى لو أنا مت. بعد الشر عنك يا حاج. دي وصيتي وأمانة في رقبتك يا برهامي. مطرحك يا طلعت. سميحة، نعم يا حاج. شوف انت والدتك أحلام ناقصها ايه وهاتوه، والمنجد جاي الليلة. خير يا حاج. خير إن شاء الله. فرح أحلام وعلي الخميس الجاي إن شاء الله، وشوفوها ناقصها ايه وهاتوه. أنا عايز أفرحهم، عايز أفرح علي وبنت عمه. ايوه يا حاج هتنام، بس انت يعني انت مستعجل قوي كده ليه؟ وهقعدهم ليه؟ إذا عملت خير عجل بيه. ايوه يا حاج بس ما بسش يا بنتي، أنا لازم أعمل لهم فرح زي ما عملت لك أنت وعطية، وزي ما هعمل لمنصور ونجاة إن شاء الله لما يرجع بالسلامة. دي وصية منصور، قال لي لازم تفرح علي وبنت عمه.
قعدت ليه يا علي؟ هو انت هتفضل قاعد كده ومقعدني جنبك بهدومنا؟ لا يا علي، لا مش كده، مش ليلة فرحي ابدا تعمل كده. بقول لك ايه، ما تضيعش عليا فرحتي، انا يا اخويا مش ناويه اتجوز تاني. انا عارفه ان منصور صعبان عليك، صعبان علينا كلنا. منصور عمره ما حبك يا احلام، كلنا كنا عارفين، وكنا عارفين هو بيحب مين وعاوز يتجوز مين. طب ما انا عارفه يا علي يا ابن عمي. عارفه انه كان هيتجوزك غصب عنه. انا جيت بنت خالتك. ما انت عارفه كل حاجه اهو، ما انت فاهمه كل حاجه اهو. اللي انا مش فاهماه يا علي، انت بتعيط ليه؟ كان نفسي تفهميها وتفهميها لوحدك. بص يا علي، بص يا اخويا، انا مش هقلع الطرحه دي ولا اقلعك البدله دي الا لما افهم. ما هو انت يا اخويا لازم تفهمني وانا افهمك عشان نبقى على نور من اولها. احلام، احلام، طول عمري بحبك، ليل ونهار بحلم بيكي، بس ما كنتش قادر ابص لك. منصور اخويا كان واقف بيني وبينك، انا كان نفسي اصرخ في وسط سوق العصر وقدام ابويا واقول لهم يا عالم، يا ناس، انا بحب احلام، انا اولى بيها. كنت كل ما اجي افتح بقي ما اقدرش. ما انت عارفه المغزيه وسلوه. وهتفضل تحبني طول عمرك يا علي؟ انا بيتهيألي ان منصور اخويا عمل كل اللي عمله ده عشان تبقى من نصيبي. تدابير ربك، تدابير ربنا مفيش احسن منها. بحبك قوي يا احلام، بحبك قوي. طب قوم يا علي، قوم يا اخويا لما اقلعك البدله اتضير، اديني ظهرك. ولا الزمان منا ولا